السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة الزبادو. هنعمله بطريقة حلوة جدا وبطريقة بسيطة وطريقة سهلة. معنا طبعا هنا فراولة كانت متفرزة. طبعا لازم تكون في قلب الفريزر علشان تبقى الطعم الحلو جدا اللي احنا بنشوفه. طبعا انا كنت غالية اللبن فحطيته في الفريزر شوية عشان يعمل القشطة بتاعته. شرط علشان اللبن يدّي طعم حلو جدًا في الزبادو، لازمًا يكون عليه قشطة. لو عليه قشطة وسِبتيه في التلاجة بعد ما تغليه يهدى شوية وبعدين تحطيه في التلاجة، بصراحة بيدّي طعم حلو جدًا. والفراولة بتكون مع الزبادي بصراحة تحفة، تحفة، يعني يعتبر زبادو فعلًا، فراولة باللبن، بس بنعملها بطريقة الزبادو. طبعًا أنا عاملة معلقة باعمل فيها معيار لنفسي علشان أعرف آآ العيار بتاع السُكّر عشان ما ازوّدش في السُكّر ولا أقلل فيه. فأنا عاملة لنفسي معيار كده معيّن باحط فيه العصير زي ما حضراتكم شايفين. كده ضربت في الخلاط ضرب كويس جدًا. هنا كده خلّصته كده، هاغرفه وأصُبّه في قلب الكوباية. طبعًا ده الشكل النهائي لطعم الزبادو التحفة. بصراحة طعمه حلو جدًا ومميز أوي. واو! فعلًا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك. مع السلامة.